ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ كوبايه الشاي دي مش بتفكركم بروقان كده وقاعده كده مع نفسكم تاخدوا فيها نفس عميق؟ تعالوا هنعمل الاول فطار وبعد كده نقعد مع نفسنا كلنا ونعمل كوبايه الشاي الحلوه. بصوا بقى، انا قررت ان انا في اليوم ده هنزل وهجيب فطار بدري وهبقى بصوا بقى ست بيت شاطره قوي قوي يعني. فما يعني عامله لكم الاسبوع الفيديو ده بقى لي اسبوع ونص او اسبوعين حرفيا ما قررتش الفطار ده تاني يا جماعه. بحاول والله على قد ما اقدر ان انا اجتهد في ان انا ابذل مجهود شويه في الفطار بقى والغدا والكلام ده، بس فعلا الحر مبهدلنا ومفيش اي استعداد نفسي اصلا ان انتي تقومي كده وتعملي اي حاجه. بس تعالوا نعمل فطار كده ونشجع بعض. الفطار المصري البسيط الأصيل بتاعنا ده فول وطعمية وبتنجان وطماطم وخيار ومخلل وبصل، يعني عارفين انتوا الفطار الجميل بتاع عربيات الشارع ده، هو ده اللي انا عملته النهارده. يمكن الطبق ده، الطبق الفول ده ما حضرتوش بقالي مثلا بتاع من رمضان او والله زي ما بقول لكم كده. بس قررت ان انا اعمل فطار حلو النهارده. جبت فول وحطيت عليه شويه زيت زيتون كده من عندي، وعندي المخلل الحلو اللي احنا كنا عاملينه سوا لو فاكرينه، هحط لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس. وحطيت الفلافل الحلوه اللي هي الطعميه، وقليت البتنجان وحطيت عليها الدقه والهريسه الشطه، وقطعت بصل بالليمون والخل. انا من الناس اللي بتاكل بصل مع الفول والطعميه، يعني في ناس تلاقيها حالا بدات تسمع الفيديو تقول ايه ده يا لا مش يا خالص، ده بيفتح النفس جدا. يعني تفضلي كده طول اليوم نفسك مفتوحه واكله اكله حرشه كده حلوه. فقليت بقى زي ما قلت لكم بتنجان والطعميه جبتها جاهزه والفول، وجبت عيش فينو وعيش بلدي وقطعت قته وخيار وحطيت فلفل ايه، سبايسي كده اللي هو قرون الشطه. بس خلاص ده كان الايه الاكل بتاع النهارده، او سوري الفطار. بعد الفطار بقى خلصت فطار ولميت كل الاطباق وكلام من ده، وقمت ماليه الازاز بتاعت الميه عشان ايه، انا واحده كسليه ما مليتش الازاز من بالليل. فكان لازم ان انا املاها، بس الاول انا مليت الازاز عشان ما كانش فيه ميه ساقعه بقى واحنا محتاجين ميه ساقعه. وبعد كده بدات ان انا انضف الرخامه. انا اهم من الشغل تظبيط الشغل، اه والله. بحب قوي انضف الرخامه وبعد كده احط عليها الاطباق واغسل وكلام من ده. في الوقت ده كانت الميه ضعيفه قوي لدرجه لا توصف، بس شغلت الموتور. وانا من الناس اللي بتغسل بالفلتر يا جماعه، والله عندي مشكله في السباكه كلها كلها، يعني الواحد محطوط على الفاضي والله. فعندي مشكله في السباكه، فبضطر بقى ان انا في قافله تقريبا المحابس كلها، مش بشتغل غير بالفلتر غسيل وطبيخ وكل حاجه. فاضطريت بقى ان انا النهارده اشغل الموتور عشان الميه كانت ضعيفه جدا. هنا كمان بعد ما غسلت الاطباق وعقمت الحوض، غليت لبن وسبته كده بقى في على جنب. وهنا بقى قلت لا يلا اما احضر بقى كوبايه الشاي عشان اقعد استقاني اسمع نفسي. كوباية الشاي ديت بالنعناع بتفكركوا بروقان، صح صح، الروقان اللي احنا مشوفناهوش تقريبا من العيد الصغير. حاولوا تبسطوا نفسكم وحاولوا تعملوا حاجة انتوا بتحبوها، وحاولوا يعني تشربوا مشروب انتوا بتحبوه. يعني انا مثلا من الناس اللي بتحب تشرب بالشاي مرة في الشهر على فكرة، يعني انا مش كيفة شاي ابدا. بس بحس احيانا كده ان انا محتاجة ان انا اشرب حاجة تظبط لي دماغي وفي نفس الوقت ابقى قاعده رايقه. المهم انا قررت بقى ان انا اشرب كوبايه الشاي ديت بعد بقى ايه الزن بتاع البيبي والحاجات اللي بتحصل خلال اليوم ده. قررت بقى ان انا ايه اشرب كوبايه الشاي دي في قلب البلكونه، قعدت كده على النجيله وقعدت بقى اشرب كوبايه الشاي. وبعد كده بعد ما شربتها قلت لا كفايه بقى دلع، يعني كفايه انت قعدتي 10 دقايق تشربي كوبايه الشاي، كفايه دلع، قومي بقى ايه شوفي اللي وراكي. في مصيبه حصلت والله، مصيبه شنعاء. يعني انا حالا شايفه الفرشه دي قدامي او الحافظه دي قدامي ومحصوره في قلبي كده. الحافظه كان واقع عليها اكل وحاجات بقى بواقي اكل وكده، فقررت ان انا اغسلها. فطبعا يعني مكسله ان انا اطلب المغسله تيجي تاخد الحافظه. فقلت لا يا بنتي انت شاطره، ادخلي ايه حطيها في الغساله وهتتغسل على طول. حطيتها في الغساله وعينكم ما تشوف الا النور، الحافظه كشكشت كده وبقت فظيعه يعني. فالمهم
يلا مش مشكله، 600 جنيه راحوا على الفاضي. فنشرتها وامر الله بقى. وبعد كده قلت بقى يلا ادخلي بقى اعملي ايه الغدا. الغدا كان في اليوم ده اسماك، وانا نزلت لكم فيديو الاسماك كلها بس ما عدا الفيديو ده. وهو الشوربه بتاعه الجمبري او قشور الجمبري. الشوربه دي انا بعملها في نفس اليوم اللي بعمل فيه فوسفور مثلا، واللي هي مرة في السنة عموما يعني. وباخد من الشوربة دي واحطها على الرز واحطها على اي حاجة بقى انا عايزة اعملها. المهم بحط معلقتين زيت وفي الحلة، واحط توم وهرسة شطة واشوحهم. بعد كده انزل بالبصل والطماطم وقشور الجمبري، وبحط فلفل الوان او فلفل اخضر وملح وكمون وعصرة ليمون، وبحط المية وخلاص شكرا. وبسيبهم بقى يغلوا كده حوالي نص ساعة لحد ما بيعمل لك احلى شوربة جمبري او شوربة قشور جمبري. بصفيها واقوم مستخدمة بقى الشوربة دي في ان انا اعمل بيها الرز الصيادي او الرز بالجمبري، او اعمل بيها مثلا اي تتبيلات في الجمبري في الفسفور عموما. او ممكن احطها اخد منها شوية شوربة كابوريا، يعني احطها على شوربة الكابوريا، اخليهم ميكس كده مع بعض. يعني براحتكم بقى، ممكن تعملوا بها ملوخية بتبقى خطيرة جدا. فاعملوا بالشوربة دي يعني از يو لايك بقى براحتكم خالص. بس ده كان اخر فيديو من فيديوهات الفوسفور اللي انا عملتها لكم، كلها نزلت على القناة هتلاقوها ان شاء الله. كل لينك باسم الفيديو بتاعه في الديسكريبشن بوكس. وهحط لكم كمان لينك نخلي البيت اللي احنا عملناه الخطير ده في الديسكريبشن بوكس برضو. يا رب الفيديو عجبكم، تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بالفيديو القمر ده. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة.